بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بيهم في جنات النعيم. دعواتكم لكل مريض بشفاء العاجل بإذن رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، ومنتظر تعليقاتكم. ورمضان مبارك على الجميع. نبدأ منين؟ نبدأ من عند إصابة ياسين مرعي، ولا من عند فرحة جماهير نادي الزمالك بحلقة رامز علشان القرد اللي لابس أحمر؟ يعني جماهير على الله حكايتها يا عم الحاج. خلينا نبدأ مع رامز وحلقة لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، اللي القهر والغضب الشديد سواء من زيزو أو إمام عاشور من قبل جماهير نادي الزمالك بسبب انتقالهم إلى النادي الأهلي. طبعا الحلقة بدأت رامز جلال، المذيعة بتسأل زيزو، فالمهم رامز جلال بعد الحلقه طبعا بعد الازمات بيتكلم مع الضيوف، يعني فاتكلم قال لك هل في مشكله في اوضه لبس النادي الاهلي؟ ردا على لك والله العظيم ما في اي مشاكل، يعني ردا على الكلام الكتير والهرتله اللي حاصله وزيزو والاهلي واوضه اللبس وخناقات فالمذيعه بتسال زيزو ايه اكتر لحظه سعيده في حياتك يعني؟ فرامز بيرمي بالكلام قال لك اكيد لما ساب نادي الزمالك. هم الزمالكاويه سابوا كل هذا الكلام والتلقيح بتاع رامز على جمهور الزمالك وعلى نادي الزمالك ومسكوا في قصه طب ما ده جواز في حق الكابتن طارق يعني. لا، ما هو قال في قرد لابس احمر يعني ده اللي متعتهم في الحياه، دي البطوله بتاعتهم، ده الحاجه اللي بتحسسهم بالفرحه ان انت تتجاوز في حق النادي الاهلي لكن تكسب لما مش مشكله. قال لك سالوا بقى مين المفيد اكتر، امام عاشور ولا محمد بن رمضان؟ قال لك الاثنين حلوين، مالكش دعوه، اثنين حلوين، اثنين طعمين. المهم بقى بيلقح على الكابتن طارق. عارفين طارق يحيى طبعا، حتى خالد الغندور يعني لقح على الكابتن طارق يحيى في وجوده وهم موجودين. قال لك حطها طارق يحيى مش عارف ايه رجله تقيله، طارق يحيى مش عارف إيه رجله تقيله، وانت عارفين طبعا يقصد ايه يعني. فالمذيعه بتقول لي زيزو انت وزنك مثالي، عارف قد ايه وزنك؟ فرامز جلال قالوا ده بيلعب في الاهلي، ده بيبو عارف وزنه شوبير يعني. قال لك انت فاكره زيزو ده هو، انت فاكراه هو طارق يحيى يعني كان بيلعب بالجلابيه؟ لا لا لا, لا. عدت عليهم عادي. المهم انهم يتجاوزوا بطولاتهم هي في اي حد يتجاوز حق النادي الاهلي. وسئل زيزو عن عقده. رامز جلال بيقول له عقدك في اتحاد الكوره ب5 مليون جنيه، وفي الحقيقه كام؟ قال لك لا، ده عادي في اتحاد الكوره مش ب5 مليون جنيه، في الحقيقه هو 3 مليون جنيه. يعني اي كلام في اي بتنجان يعني. طبعا بمناسبه رامز حاجه كوميديا، الخبر الخاص بنقابه المهن التمثيليه، اشرف زكي بيتقدم باعتذار بعد الفنان احمد ماهر ما شتم رامز جلال، اديته علقه سخنه ابن الكذا، ده انا اللي مربيه يعني، تجاوز. فالنقابه سابت غضب الجماهير من البرنامج وسابت كل حاجه ومسكت في الكلمتين بتوع احمد ماهر. ما عنديش مشكله ان انت تحول احمد ماهر للنقابه، تحاسب احمد ماهر على تجاوزاته، وحضرتك اخدت كلام احمد ماهر بعين الاعتبار، وناسي جماهير مصر كلها الغاضبه من البرنامج بتاع رامز وما خدتهاش في الاعتبار، ولا سالت فيهم، ولا حولت رامز، ولا اي شيء ولا الهوى، ولا حضرتك ما تقدرش، مش ده ممثل عندك؟ وقفوا بسبب التحرش ده. الهدف القمصان بتقول انه اسماء جلال رغم موافقتها يعني، لكن حضرتك هنا تصديت بحزم للي يتجاوز في حق رامز. لكن رامز لما يتجاوز في حق الناس دي كلها والناس كلها غاضبه من هذا الامر، حضرتك مش عامل نفسك مش واخد بالك. حضرتك مش من هنا فنان. كابتن اشرف زكي النادي او الفنان او الاستاذ او كان عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، كان اشرف زكي يعني، او كان نائب مرتضى، كان عضو مجلس اداره امين صندوق حاجه زي كده مع مرتضى منصور. المهم الدكتور احمد جاب الله اتكلم عن حاله لاعب النادي الاهلي واصابه ياسين مرعي اللي خرج، وهو كويس، عسى ان تكرهوا ربنا يشفيه طبعا، مش كويس انه تعب، لا كويس انه خرج عشان نشوف هذه الرياض حاجه كويسه ان شاء الله باذن رب العالمين.
الدكتور احمد جاب الله قال لك ان ياسين مرعي شعر بآلام في الحوض والعضله الضامه اثناء مباراه سموحه، وتم استبداله في الشوط الاول. وقال الدكتور احمد جاب الله ان اللاعب هيجري اشعه عقب المباراه للوقوف على حجم الاصابه وبرنامجه العلاجي. وقال لك اثناء الشوط الاول في خرج من المباراه ليحل محله هدف. ان شاء الله دي تبقى سليمه، وان شاء الله تقعد على الدكه الهادي رياض باذن رب العالمين. حكام مباريات اليوم، مباراتي اليوم بيراميدز وغزل المحله والزمالك ونادي زد، ما لقيتوش حكام يعني عندهم خبره اكتر من كده. جايبين حكم ساحه لمباراه بيراميدز وغزل المحله محمود وفا، وجايبين حكم ساحه لمباراه الزمالك وزد محمد الغازي، مباراه كبيره. لكن بمناسبه زد بقى واللي زد بيعمله، طبعا مروان عطيه خد رجل مباراه النادي الاهلي وسموحه، لكن زد ومناسبه زد ومباراه زد مطلع بيان اعتقد حضراتكم كلكم شفتوه. يعني زد قال يعني تعاون مع نادي الزمالك، قال لك عاوزين تاخدوا حصتنا في الجماهير، ما عندناش اي مشكله، يعني بيبقى في تنسيق بيننا وبين بعض. فنادي الزمالك طلع بيان بيشكر فيه زد. يعني زد بيقول لك ايه؟ هنشوف البيان الكوميدي ده. قال لك ايه البيان؟ انطلاقا من ايه بقى؟ انطلاقا من حرص اداره نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الاجواء الايجابيه في المباريات، يؤكد الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد ان النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع اداره نادي الزمالك بشان اي تذاكر من الكوته المخصصه لنادي زد. يعني المباراه فرقتين بيتم تحديد، الزمالك له عدد جماهير كذا وزد له عدد جماهير كذا. فبسم الله ما شاء الله نادي زد اللي معاك في الدوري حلو، فقال لك الجماهير بتوعي لا انا مش عايزهم، وانا ما عنديش جماهير، فما عنديش مانع ان الزمالك ينسق معايا. الزمالك اذا كان بياخد 1000 10000 وانا باخد 10000 ما عنديش مشكله اديله من العدد بتاعي مثلا 8000 5000، فبدل الزمالك ما يبقى 10 يبقى 15، فجمهور الزمالك يحضر بكثافه علشان يضغط على نادي زد علشان نادي زد يخسر. جديده انا ما شفتهاش في اي مكان. ده المفروض الناس بتعاقب الانديه عشان ما يحضرش، مش عايز جمهورك يحضر، انا ما عنديش جمهور فاتمنى النقطه المكسب اللي عندك جمهورك ده اللي انت بتستغله عشان تضغط عليا ما يبقاش موجود. لا زد لا بسم الله ما شاء الله يعني. وعايز اقول لك على حاجه بقى، غمض عينيك كده، غمض عينيك واحلم معايا، اسرح بخيالك كده يا معلم، عايزك تسرح بس وتخيل ان النادي اللي مكان نادي الزمالك هو النادي الاهلي. تخيل ان النادي زد قال للنادي الاهلي انا هديك الكوته الخاصه بالجماهير بتاعتي عشان جماهيرك تحضر، بدل ما جماهيرك 10000 يبقوا 20000 او يبقوا 18000. تخيل قناه نادي الزمالك هتقول ايه؟ تخيل مجلس اداره نادي الزمالك ربما يطلع فيها بيانين 3. تخيل اعلام نادي الزمالك هيعملوا ايه؟ تخيل السوشيال ميديا الزملكاويه يقول لك المؤامره، النادي الاهلي زد الفرع الثاني بتاع النادي الاهلي هو ده دوري، عمركم شفتوا نادي بيدي جماهير بيزود جماهير النادي المنافس؟ عمركم شفتوها في اي مكان لكن حصلت. ومع ذلك ولا الخضري قال لا ما يصحش وفي انهي دوري، ولا الغندور قال لك ايه ده اللي بيحصل ده، ولا الاهلي اساسا قال لك مؤامره ولا الكلام ده كله، ولا حد اتكلم. لكن بقول لك تعالى النادي الاهلي لو هو في نفس ده، النادي الاهلي لو جاب لاعب من النادي يقول لك علي ماهر وسابله وسيراميكا ده بيقول لك تعالى هات جماهير واضغطني واضغط فرقتي واضغط لاعبتي بالضغط الجماهيري بتاعي عشان تكسبني. ده زد بيقول لك والزمالكاويه الامور بالنسبه لهم عادي مفيش مؤامره. لكن تاني شيل اسم الزمالك وحط النادي الاهلي، بقت مؤامره مكتمله الاركان، بقت مؤامره ولازم الكل يتحاسب. بقى الكل بيخدم على النادي الاهلي، هتلاقي قناه الزمالك هي كله بيخدم على النادي الاهلي، الاهلي هو البطل والباقي كله كومبارسات، عاوزين احنا كومبارسات عايزين تكملوا تعالوا نكمل البيان. هذه الكرة القدم المصرية. قال لك ايه؟ واضاف ان ادارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددا على ان الهدف الاساسي هو حضور الجماهير باعتبارهم العنصر الاهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية. واوضح انه في حال رغبة ادارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير بما يضمن حضورا جماهيريا اكبر يليق
يليق بقيمة الحدث. ويؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أمل اللعبة. قاعدين بقى تشوف يا جماعة، وخد بالك النادي الأهلي هيلاعب زد الماتش اللي جاي تقريبا يوم 28. الماتش الجاي هيكون النادي الأهلي في مواجهة مين؟ في مواجهة نادي زد 28. وبنسبة كبيرة نادي يوم السبت الجاي، بنسبة كبيرة نادي زد هيعمل اللي عمله مع نادي الزمالك هيعمل مع النادي الأهلي. يقول برضو للأهلي لو انتوا عايزين الكوتا كذا كذا ما عندناش مشكلة، وخدوا الجماهير بتاعتنا بدل ما يبقى هيقول كده للنادي الأهلي، ما فيش فيها كلام. فكل ساكت اهو، الاعلام ساكت، وانا بقول لك من دلوقتي اهو الاعلام ساكت والزملكاويه ساكتين وخالد غندور ساكت. تعالى بقى الاسبوع الجاي بعد الماتش بتاع الزمالك بكره مع زد، الاسبوع الجاي يوم 8 يوم السبت هتلاقي الدنيا اتقلبت ازاي، وزد وسيف زاهر والاهلي وده الفرع الثاني بتاع النادي الاهلي وعملوا مش عارف ايه، ومحمد شوقي ساب الماتش وبخالد بيبو عمل وسوى، والزمالك دلوقتي عادي جدا. قال لك ايه ده، احنا في ايام ما يعلم بها الله، احنا في وسط بشريه ربنا يعيننا على هذه العقليه يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا نادي الزمالك والازمات اللي بيمر بيها، جمال العدل واحد من المسؤولين في لجنه الاستثمار في نادي الزمالك اللي هم بيفكروا يدبروا موارد ماليه لنادي الزمالك. كان طالع امبارح في لقاء تلفزيوني والمذيعه بتساله بتقول له فلوسك تقعد كام ساعه علشان تعد فلوسك، يعني الفلوس بتاعتك تقعد كام ساعه عشان تعد فلوسك؟ قال لها هفضل يعني اعد في فلوسي 4-5 سنين. تعالوا نسمعوا كده. اسمع يا سيدي. لو هتقعد تعد فلوسك هتقعد تعد فيهم كام ساعه؟ 4-5 سنين. حلو. ربنا يزيدك. نسمع تاني عشان الزملكاويه يسمعوا. لو هتقعد تعد فلوسك هتقعد تعد فيهم كام ساعة؟ 4-5 سنين. حلو. 4-5 سنين. يعني الراجل بيقول لك انا معايا فلوس علشان لو قعدت 4-5 سنين اعد فيها مش هعرف عددهم لسه، برضه قدام 4-5 عشان اعرف اعد الفلوس بتاعتي. طب ما تدي نادي الزمالك بس فلوس يقعدوا يعدوا فيها يومين بس، يقعدوا يعدوا الفلوس يومين وهم قاعدين كده 48 ساعه ايديهم رايحه شغاله، نفرين يقعدوا يعملوا 48 ساعه، ادوهم بس قيمه الفلوس دي. يومين. طب يومين من انت عم تسمع يعني يومين هيخسوا من 4-5 سنين، مش مشكله، مش هتموت من الجوع يعني. فانت انت بتقول الزمالك ونضحي من اجل الزمالك وعيوننا من، طب ما تدفع لنادي الزمالك، ولا هي كلام ولا شيكو بنزا. كل ما نيجي نتكلم عن شيكو بنزا الناس بتزعل ويقول لك انت اتكلمنا عن شيكو بنزا واللي حصل ومش هنعيد تاني عشان بقى الصيام وكل عام وحضراتكم طيبين. لكن نادي الزمالك بيفكر يتخلص من شيكو بنزا، عاوز يتخلص ويبيع شيكو بنزا. ليه؟ لانه مش بس اللي حصل والكلام ده كله. قال لك في المباراه، كان في مباراه اعتقد كمباراه الكاس سيراميكا، قال لك ادعى الاصابه وهو مش مصاب علشان ما يلعبش في المباراة. تخيل لاعب عامل معاك كل ما البدع، عامل فيك ما يعمل، ومع ذلك الاعلام ساكت محدش بيتكلم. بس قناة نادي الزمالك ما وراش غير النادي الاهلي. يقول لك النادي الرشاوي انت بتقول زيزو احسن صفقة ودي في النادي الاهلي وارمي على النادي الاهلي. يقول لك امام عاشور صور مع حلقة، لا طب بيلو دراع النادي الاهلي وبيطالب من النادي الاهلي. يا جدع شيكو بنزا ده زي ما قلت قبل كده، اول ما نيجي نتكلم مش هنتكلم كتير زي ما نقول، يعني تيجي تضايقه تقول له شيكو بنزا. ده اي واحد زملكاوي بدل ما تقول له انتوا قاف قيد ومشاكل ومديونين والارض والمجاملات وعليكم وما بتدفعوش واتحاد الكوره والضرايب والاوقاف، تقول له بس شيكو بنزا، كلمه السر شيكو بنزا. طبعا نتمنى السلامه للونش مدافع نادي الزمالك محمود حمدي. الونش أصيب ونادي الزمالك أعلن عن إصابة محمود حمدي الونش، وقال لك هيغيب عن المباريات لمدة 10 أيام بسبب إصابته في العضلة الضامة. نتمنى له السلامة. طبعا الزمالكاويه دلوقتي الاهلي حتى خالد الغندور على حسابه قال لك بقى الموضوع بقى واضح زي الشمس.
يعني بعد كرة كان عمرو السيسي وتدخل محمد علي بن رمضان اعتقد خالد الغندور قال لك الموضوع بقى واضح واضح زي الشمس. مش هتكلم بقى ولا هقول لك انه يقصد النادي الاهلي وبتاع، لكن زملكاوي على السوشيال ميديا الاهلي كسب سموحه وسموحه له ضرب الجزاء بالعافيه. حكم محمود البنا بيقدم مش عارف برنامج كده على اليوتيوب او حاجه زي كده او على الفيس ما اعرفش، فقال لك انه سموحه ملوش ضرب الجزاء لان اللي لعب الكره الاول هو محمد علي بن رمضان. ها محمد صلاح اللي كانوا مستندين ليه الماتش اللي فات محمد صلاح قال بيقول لك سموحه ملوش ضربه جزاء لان محمد علي بن رمضان هو اللي لعب الكوره او قبل عمرو السيسي. لكن الزمالك لا، بقت واضحه زي الشمس. الاهلي والحدوته والحكايه والروايه وهم اللي قالوا لي حطيتي شعر على شعر الجاز ليه يا سيده؟ تقول هم اللي قالوا لي، هم اللي قالوا لي انا وانت وبابا في المشمش. لا يا سيده، هم اللي قالوا. انت عايز مني لا اله الا الله. بيقول لك هيغيروا قوانين لعب كره القدم. الفيفا ده قاعد فاضي ما وراهمش حاجه، جاني انفانتينو والناس بتوع المكتب وبتوع القوانين كره فاضيين. فقال لك بقى ايه، هنا ابو ريده كان موجود، ابو ريده كان موجود معاهم في التغييرات اللي هتحصل في قانون في التصويت على التغييرات اللي هتحصل. قال لك ايه التغييرات اللي هتحصل بقى ايه؟ قال لك اللاعب المصاب الذي يخرج للعلاج ما يقدرش يرجع للعب مرة أخرى قبل مرور دقيقة واحدة على الأقل. طب افرض إن هو مصاب بجد وتعالج ما ينزل على طول، افرض طب هتعرف اللي بيلعب بيضيع وقت من المصاب؟ لا كله زي بعضه كده. ما قال لك تطبيق نظام العد التنازلي في رميات التماس والمرمى. الناس اللي بيضيعوا الوقت هيبقى في عد مثلا 6 ثواني، حارس المرمى هيجي يلعب 1 2 3. طيب ورميات التماس برضو بياخدوا فيها وقت والكلام. وفي حالة تجاوز الوقت يمنع أو تمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس. هندي الكرة على طول الفريق المنافس، ناخد الكرة يعني تعمل إسقاط، خد يا عم أنت الفريق المنافس. قال لك اللاعب اللي هيخرج من الملعب لازم يطلع، لو في تغيير يطلع خلال 10 ثواني كحد أقصى. 10 ثواني يكون خارج الملعب يعني، وإلا لن يتم السماح بدخول البديل هتطلع والبديل بتاعك مش هينزل الا في اول توقف بقى بعد دقيقه. الكره بتخرج بعد نص دقيقه بالكلام ده. الفريق هيلعب ب10 لعيبه حتى التوقف التالي للعب. وقال لك بالنسبه للبطاقه الصفراء، طبعا انت هنا لو في واحد لاعب واخد كارت اصفر وخد لعبه ممكن ياخد فيها كارت اصفر تاني فبالتالي ياخد طرد. هنا ما الفار ما بيراجعش القصه، لكن قال لك القانون في الطرد المباشر الفار بيراجع، لكن الكارت الاصفر ما بيراجعش. فقال لك القانون الجديد ممكن يتم مراجعه الانذار الاصفر الثاني في حاله الطرد من خلال تقنيه الفيديو. قال لك برضو استخدام تقنيه الفيديو في الركلات الركنيه، ضربات الركنيه زي ضربات الجزاء كده. كرة ضربة مرمى ولا ضربة ركنية، طب نرجع للفار، طب ما هاخد وقت ان انا ارجع للفار اسال ده كرة ضربة ركنية ولا ضربة مرمى، فبتاع الفار. هنشوف القوانين دي هتطبق امتى وفين وازاي وليه. بيراميدز والجيش الملكي، مباراة بيراميدز والجيش الملكي في المغرب، ومن حسن حظ بيراميدز ان المباراة هتلعب بدون جمهور يعني. قال لك الفريق المغربي حدد موعد المباراة يوم 13 مارس المقبل على الملعب الأولمبي. الساعة كام بقى؟ الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة بسبب الصيام. يعني ممكن الساعة 11 بالليل دي ممكن تلاقي الساعة 9 في المغرب حاجة زي كده أعتقد ذلك يعني، فرق ساعتين بيننا وبين المغرب أعتقد يعني. فالمهم يعني هيلعبوا الساعة 11 وبدون جماهير يعني. الناس اللي خالد الغندور وغيره اللي تحس عندهم فرحة كده بسبب عودة حمزة عبد الكريم وبيشككوا في اللاعب. مذيعة قالت اتكلمنا عنها وخالد الغندور. فحمزة عبد الكريم وده يعني مصدر مقرب من اللاعب قال لك العودة ده شيء طبيعي يعني. ليه يا عم انت رجعت شيء طبيعي ليه يا عم حمزة؟ لاعب لسه عنده 18 سنة بيدمروه بيهاجموه بطريقة بشعة. قال لك ايه طبيعي لان انا كنت رايح اسبانيا تأشيرة سياحة. تأشيرة ايه؟ تأشيرة سياحة. طب وبعدين يا عم حمزة ايه اللي حصل؟ قال لك ما التأشيرة بقى مدتها خلصت فبالتالي لازم ارجع لحد ما اقدر احصل على تصريح العمل من الاتحاد الاوروبي. التصريح ده ممكن يطلع مع نهاية الشهر الجاري فبراير او على اول شهر مارس وبعد كده ارجع تاني يعني.
وقال لك ان السبب في تأخير التصريح ده اللي هو الاتفاق ما بين النادي الاهلي وبرشلونة اللي خد وقت شوية يعني في اتفاق بين الاهلي والمذيع اللي بيقول لك اصل هو مدفوع الاجر، وكأن النادي الاهلي مش موجود في الصورة. شوية ناس ربنا يكون في عوننا وفي عون هذا الشاب. امال الواد ده يعني سبحانك يا رب، الواد ده لو نجح حقيقي مش هتسيبوه برضه ان شاء الله، ربنا يوفقه وينجح. يعني باتريس بوميل مدرب الترجي التونسي وحديثه عن مباراة النادي الاهلي في ربع النهائي بعد توليه تدريب المنتخب فريق الترجي التونسي. كانوا مشوا المدير الفني وتم تعيين باتريس بوميل، وكلمنا عن باتريس بوميل يعني كان مدرب مساعد مع هيرفي رينار وخد بطولة مع زامبيا وكوتيفوار افريقيا مع هيرفي رينار، واشتغل في مولودية الجزائر، وحاليا واشتغل في قطر اعتقد، وحاليا في بيدرب الترجي التونسي. قال لك وكان ماسك منتخب انجولا في افريقيا اللي فاتت يعني. فقال لك انا عارف مباراة الاهلي هتكون قوية، مواجهة الاهلي تعتبر نهائي مبكر وقدامنا 3 اسابيع فترة كافية للاعداد، وسعيد بوجودي وهدفي تحقيق الانتصارات. ان شاء الله هتحقق الخسائر امام النادي الاهلي باذن رب العالمين. مطالب كثيرة بإلغاء مباريات كأس العالم 2026 اللي بتقام في المكسيك بسبب أحداث العنف اللي موجودة في المكسيك، ومقتل مش عارف الميتش وحوارات كده في المكسيك. كمان أزمات في أمريكا، قال لك إلغاء منطقة المشجعين في نيويورك ونيوجيرسي، وقال لك الأمر تسبب في تهديد أحد أكبر رعاة البطولة بالانسحاب وانخفاض الطلب على تذاكر بعد مباريات دور المجموعات. وقال لك كمان إن المباريات ممكن تمتد ل2.5 ساعة بسبب ممكن انقطاع الكهرباء بسبب الرعد، وزي ما شفنا في كأس العالم كده. ده أيامكم يعني بقى رب، مش انتوا رحتوا لأبو حنان يبقى خلوا المجنون ينفع. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.